الفيديو ده للناس اللي عايزة فلوس، اللي عليها أقساط، اللي عليها ديون، المهمومة، اللي مش عارفة تجيب الفلوس منين. أنا مش عايزة حد بعد اللي هقوله يقول لي أنا لسه عليا دين، أنا لسه ما سلكتش ديوني، أنا لسه عليا أقساط. لأن اللي أنا هقوله أنا متأكدة بنسبة 1,000,000%، والله لو أنت عملته زي ما أنا بقوله بيقين ربنا هيكرمك. ربنا هيكرمك. طبعا الفيديو ده معمول للناس اللي عايزه تسمع، مش الناس اللي جايه تصطاد معلومه وتجري، واللي تيجي تقول لي اختصري. لا حبيبتي، انا بكلمك من حاجه انا بعملها بنفسي، وربنا فك كربي، ومش هتلاقيه عند حد تاني يكلمكم بامانه، لاني مقتنعه الدل على الخير كفاعله. انا ربنا كرمني وفك يعني كربي، وسددت قسطي، مش قسط اتنين. لسه امبارح كنت بقول لكم الحمد لله ربنا كرمني وسددت القسط. انا عايزه اقول لكم انا مش مبطله، رايحه جايه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انعم علينا بحاجه احنا كنا تايهين عنها. عايزاك تتعامل مع ربنا بقلبك وبيقينك. ولو جيتني بعد اللي هقوله تقول لي يا ام كريم ما سددتش ديوني، هعرف ان انت فيك حاجه غلط في حياتك، لكن عشان كده ربنا ما استجابش منك. تاريخ شهد ان كنت اديتكم وصفات تعالجوا نفسكم من السحر، او الحمل، او تعطيل في شغل، او رزق تدعوه دعاء ذكر تقولوه يوم الجمعه، او حتى لو جوزك زعلان منك وعايزه ترديه، او خلافات زوجيه، او كل حاجه كنت بقولها الحمد لله اللهم لك الحمد، ترجعوا وتقولوا لي ام كريم ربنا كرمنا. عارفين ايه اللي معطلني عليكم ومخليني ان انا ما اعملش فيديوهات ليكم واجي اقول لكم اللي في قلبي ليكم، لكم مش هتلاقوا حد تاني يقول لكم اللي في قلبه؟ والله العظيم تقصيركم معايا. لا بتحطوا لي لايك، ولا بتحطوا لي كومنتات، ولا حتى بتشجعوني بالشير، ولا اي حاجه من الكلام دوت. طب بالله عليكم، انا لما اقعد واكون حابه لكم الخير، انتوا ما تحبوش الخير ليا انا ليه؟ انا ما بطلبش منكم غير دعاء، وبطلب منكم كلمه طيبه يعني، وكومنت وشير ولايك بس، وفيدوا غيركم. انت مفكر ان انا بس اللي مديونه كنت؟ طب انا كنت والله العظيم، والله شاهد على كلامي، وقت عصريه اهو، ان انا كنت باجي من نص الشهر نار في قلبي وابكي، لدرجة استنى مطر، لدرجة ان انا استنى صلاة، لدرجة ان انا استنى اخر الليل، لدرجة استنى الفجر، ادعي ربنا يكرمني ويرزقني واسد ديني. الحمد لله كان بيكرمني وبيرزقني وماشية بالستر. لكن من وقت ما التزمت بالطريقة دي الدنيا اتغيرت معايا. اللهم لك الحمد. بالله عليكم حد يحسدني، بالله عليكم حد يحسدني، بالله عليكم حد يحسدني. وقولوا ما شاء الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. ومحدش دلني على الطريقه دي. انا من كتر ما بدعي لربنا عز وجل بقول له يا ربي سيرني ولا تخيرني، يعني انت مشيني في حياتي كده ببركتك، عشان انا متاكده لما ربنا هيختار لي حياتي ويمشيني انا هخف من الامراض، وشكلي هيبقى افضل، وحياتها هتبقى احلى. انا هديله طاعات وعبادات وكل حاجه انا حباها لرب العالمين، يعني بحب كده، بحب بدون ترتيب. مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني الذكر بالذكر يتقال. الصلاه على النبي يا جماعه، الصلاه على النبي. شوفوا دي 7157 صلاه على النبي. قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وربنا يزيدك يا ام كريم ويبارك لك ويقربك منه اكتر واكتر. طيب ام كريم بتعمل ايه وربنا مشاها لايه؟ وانا من زمان معروف عني يعني سبحان الله، يعني حتى لما اكتشفت ان السحر، يعني الحمد لله ربنا ما تعبنيش. دايما بحس ان ربنا حبيبني، دايما ربنا بتقبل دعائي وعاجل ما بيأخرش. كل الناس اللي حواليا يقولوا كلام حلو في حقي. سيبكم من الناس اللي ممكن اقول لكم تكون في شويه غيره او شويه حقد جواهم. بكلمكم عن الناس اللي فعلا تعرفني تقول لك الست دي الحمد لله فيها بركه، فيها عمار، فيها حاجه لله. عمري ما زعلت من حد الا ربنا جاب لي حق على طول. عارفين ليه؟ عشان اموري كلها في ايد رب العالمين. لما بسأل ربنا حاجه وهو عارف ان انا ماليش غيره بيستجيب لي على طول. انا مش بروح لحد بقول له اعمل لي او سوي لي او اديني او كذا او كذا او كذا، لا. هو ربنا بسأله بيسر لي ناس. هو دايما ارزاقك بتيجي من واحد لواحد، من واحد لواحد. احنا شغالين كلنا عند رب العالمين، كلنا عباد عنده، فهو بيسرنا لبعض.
انا عملت ايه او ايه اللي ربنا يسرني عليه اخر اسبوعين وخلاني اسد قسطين، قسطين مش قسط. ولو صاحب القسطين هيقول فعلا كلام ام كريم صح، انا جاي على بالي اشير له عشان ياكد كلامي. التزمت. انا كده كده بصلي الفجر وبقول اذكار الصباح واذكار المساء وبستغفر ربنا وبصلي على النبي، بس زودت من الصلاه بالصلاه على النبي. حلو. ايه اللي زودته او ايه اللي التزمت بيه فعلا بجد من ساعه موضوع السحر اللي كان معمول ليا واللي اكتشفته صدفه طبعا من بعد ما دعيت رب العالمين؟ التزمت بسوره البقره يوميا، بقراها قبل الظهر. و يعني بعد، يعني كنت في الاول بقعد ساعتين وبعدين ساعه ونص وبعدين بقيت ساعه وحاجه بسيطه وبعدين بقيت ساعه و5 دقايق. كل ما تتعود عليها اكتر كل ما تلاقي نفسك بتقولها اسرع. وانك بتقرا ورقه او ورقتين، يعني بتحاول تختم المصحف معاه ورقه او ورقتين بعد ما تقرا سوره البقره من الصفحه اللي بتبقى اخر واحده قريتها قبل بيوم، بتكمل عليها ورقتين وراها. التزمت بسوره الواقعه، التزمت بسورة الصفات، التزمت بسورة ياسين، التزمت بسورة الرحمن يوميا. يوميا اصلي الفجر، اخلص من صلاة الفجر. عشان كده بقى ما بقتش اصور الفجر ليكو، من يوم ما لقيتوني اختفيت من ساعة صلاة الفجر بقيت اخلص الفجر من هنا. والله العظيم والله على ما اقول شهيد، والله اني بقولكم الكلام ده كل عشمي انكم تكونوا تدلوا غيركم عشان تسدوا ديونكم. انا قاعدة من غير دين دلوقتي عشان ربنا يسرني للطريقة دي واكون سبب واعرفكم اياها. اللي عملته اخلص الفجر من هنا، صلاة الفجر طبعا فرض وسنة، واقوم على التليفون بتاعي اشغل اقرا سوره الفاتحه ثم سوره البقره كامله. ممكن اسقط في نصها واكمل واسقط واكمل لما اكون خلاص مستويه نعس ومش قادره، وساعات ما بسقطش لكن بكمل للاخر، ما بلعبش وما بتهونش وبقولش هنام وبعدين ابقى اكمل. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البقره، وبعد ما اخلص بقرا سوره ورقتين من اللي المفروض عليا في المصحف عشان اختمه برضو وانا بقرا الورد اليومي بتاعي. وبعدها بقرا بشوف ايه اللي بعد اللي هي البقره، السوره اللي بعديها مثلا بقرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سوره ياسين، وبعد كده مثلا سوره الصفات، بعد كده سوره الواقعه، الرحمن. بعد كده بمسك السبحه بتاعتي بصلي على النبي على قد ما ربنا يقدرني. ببدأ بعد كده استغفر ربنا على قد ما يقدرني. على فكرة انا معايا كرتونة سبح، شايفين قد ايه سبح عندي، وببدل فيهم زي اللي ببدل في اطقم الهدوم. عندي دي وعندي دي من بصوا، دي من واحدة اعرفها يعني، ودي من امي، ودي انا اشتريتها، ودي من جوزي، وفي واحده تانية برضو من امي لونها احمر في اسود، ودي من امي. شوفوا كل واحد بمسك سبحته كده وبقرا له برضو بياخد معايا صواب. بستغفر في واحده وبسبح في واحده وبصلي على النبي في دي عشان انا حابه اشوف قد ايه صليت على النبي. وبدعي ربنا طبعا في صلاتي، بقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك وياتي بها الله ان الله لطيف خبير. عايزه اقول لكم بتفضلوا تقولوا كده وكرروها كتير جدا، ويا معطي لا تبطي، عشان خاطر لو الامور عايزاها تتحل. يعني على الاقل الاذكار دول تلتزموا بيها يوميا بعد صلاه الفجر. كنت بقولها بعد الظهر كان بيجيلي رزق قليل، بس لما التزمت بعد الفجر بخلص. شوفي من بعد الفجر بخلص على الساعه 7:15 7:15 8 الا حسب، وبقول الاذكار وبسافر وبنام تاني. بصحى على الساعه 10 بيبقى يومي طويل وجميل. على صلاه الظهر وبعد كده صلاة العصر وبعد كده بيبقى المغرب وبعد كده العشاء، وكده بتقول اذكار الصباح واذكار المساء في ميعادها. وكده كده انت سبتها على الله. اديت ربنا من وقتك ربنا هيديك من خيره، اديت ربنا من قلبك ويقينك ربنا هيديك من جبل من خيره ارزاقه كده. واسأل الله بالشيء اللي تتمناه، واسأل الله بالشيء اللي تتمناه، واسأل الله بالشيء اللي تتمناه. وهتقول خالتك ام كريم قالت. هرجع تاني اذكركم الدل على الخير كفاعله وربنا يكرمكم يا رب. ومش عايزه حد يجي يقول لي ما كرمنيش، عشان خاطر والله ساعتها المشكله فيك. تراجع علاقتك بربنا وتشوف ايه اللي يخلي العلاقه دي ما يبقاش فيها يقين وربنا ما يديكش من خيره. حاجه صغيره ممكن تضيع ده كله.